الجاه وما لقى للغلا شفتها الساعة 12 سوا ماشية مثل القمر تمشي على مهلها من جانبي مرت وهي ساهية من جانبي مرت وهي ساهية. رقها أناقة كل شيء عندها متثقفة متعلمة واعية شنطة دفاترها على جنبها يداتها للكتف متحنية. كتب كلماتها الشاعر المعروف أبو كنوز عبد الله عوض عبد الله الجوملي من أهالي بيهنة منطقة يافع. أداء الشاعر أبو عزت إبراهيم. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا الجوملي قال الغلا شفتها الساعة 12 سوا ماشية وقت الظهر رايح بيتها من جامعتها وحدها آوية مثل القمر تمشي على مهلها من جانبي مرات وهي ساهية متبسمة تحكي مع نفسها وكن في شي وقتها ناسية متبسمة تحكي مع نفسها وكن في شي وقتها ناسية. رقه عناقة كل شي عندها متثقفة متعلمة واعية شنطة دفاترها على جنبها يداتها للكتف متحنية ما في جنوب الأرض وشمالها يشبه على وجناتها الوردية ما في جنوب الأرض وشمالها يشبه على وجناتها الوردية ثاني حلاها ما خلق مثلها لا هندية تشبه ولا سوريا تمحي هموم النفس وتزيلها وتلم جرح القلب والداوية وصفة علاجية دواحتها تشفي جميع أمراض مستعصية ودان ودانا ويا دان دان ودان يا دانا ويا دان دان وصفة علاجية دواحتها تشفي جميع أمراض مستعصية. زلزل يا ابو كنوز زلزل.